ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن غسولات البشرة وازاي نختار الغسول المناسب لبشرتنا، وترشيح لكذا نوع من انواع الغسولات اللي هتبقى موجودة في الصيدليات، يعني مش هتضطري تشتريها اونلاين. وفي اخر الفيديو خالص برضو هقول لكم على شوية غسولات هتبقى موجودة اونلاين وبرضو موجودة في محلات معينة اللي هي دلوقتي بقت بتجيب كل الحاجات المستوردة. يعني اول حاجة ايه هو غسول البشرة؟ غسول البشرة هو حاجة بنستخدمها عشان ننظف بشرتنا من الاتربة والشوائب اللي بتبقى متعلقة بيها، وطبعا بنستخدمه من 2 ل3 في اليوم حسب احتياجنا اليومي. فعشان كده لازم نختاره بدقة وعناية، وان هو يكون بنسبة كبيرة خالي من الصابون، او نسبة الصابون اللي فيه قليلة، يدوب حاجة بسيطة تعمل رغوة عشان ما يتسببش في ارهاق البشرة ولا انه يسبب جفاف البشرة، لانه هيمتص الافرازات الطبيعية اللي بتحافظ على رطوبة البشرة، ولا يسبب قشور بتبقى موجودة على الطبقة الخارجية للبشرة نتيجة جفافها الشديد من كتر الصابون اللي موجود فيها. الغسول بتاعنا احنا بتاع البشرة اللي احنا بنستخدمه ده، بنستخدمه عشان يا اما نشيل الميك اب بالنسبة طبعا للبنات والستات، يا اما علشان نستخدمه لازالة الشوائب والاتربة اللي احنا بنتعرض لها كل يوم واحنا نازلين خارجين قاعدين في البيت، فاتحين البلكونة فاتحين الشباك. طيب احنا عشان نختار الغسول بتاع البشرة بتاعنا لازم نبقى عارفين انواع البشرة بتاعتنا. انواع البشرة عندنا اللي هنتكلم فيها طبقا للغسول هم 5 انواع. 5 انواع البشرة العادية، والبشرة الجافة، والبشرة الدهنية، دول كده تقريبا اللي كلنا عارفينهم. وفي بقى البشرة المختلطة اللي هي بتكون دهون في منطقة التي زون، المنطقة دي، وساعات بيبقى فيه كمان في الدقن. وكمان عندنا البشرة المعرضة للحبوب اللي هي بتبقى في فترة المراهقة، وناس تانية برضو لما بتكبر بيفضل افراز الدهون عندهم زيادة، بيتكون في شكل حبوب مش بيطلع وخلاص زي البشرة الدهنية، لا ده بيأثر وبيكون حبوب. طيب احنا دلوقتي جبنا الغسول بتاعنا هنستخدمه ازاي؟ اتكلمنا في حلقة قبل كده وهنعيد تاني. استخدام غسول البشرة بيكون بكمية قليلة خالص، هتبلي بشرتك، هتاخدي جزء صغير خالص قد البندقة كده، وتروحي حطاه في ايدك وتبدأي ان انتي ترغي كده وتحطي عليه شوية مية، نقطتين مية، وترغي وتوزعيه على وشك كله. وانتي بتوزعي بتحاولي ان انتي تفركي كده بالراحة لو انتي ما عندكيش أداة تغسلي بيها وشك. انا كنت فرجتكم قبل كده على الاداة اللي عندي اللي هي بتاعت قليل، وقلت لكم دي بتشتغل كده. فالفرشة دي بتلف، الفرشة طبعا شعرها ناعم جدا، فتبدأ تعمل اسكراب للبشرة وتشيل طبقة الخلايا الميتة. لو مش عندك في بدات سيليكون، بتبقى حتة سيليكون صغيرة وبيبقى برضو فيها نفس المنظر ده كده، بيبقى سيليكون، وبتقدري ان انتي تحركيه انتي بايدك كده، بتبقى صغيره خالص تتلبس في صباعين كده، وتبداي ان انتي تحركيها، وخصوصا منطقه الدقن، منطقه الانف، لان دي اكتر اماكن بيتكون فيها دهون، فبتعمل يا اما رؤوس بيضة او رؤوس سوداء، او ان انتي تعملي بايدك تفركي مش اقل من 30 ثانيه عشان نتاكد ان كل مسام البشره نطفت. بعد كده بنشطف البشره بتاعتنا بميه بارده، وبعد كده بنقفل بالتونر بتاعنا. لو انت مش عايزه تونر وبشرتك عاديه او جافه، ممكن تستعملي ميه الورد. ولو انت بشرتك مختلطه او دهنيه او بتكون حبوب، ممكن تستخدمي ميه النعناع، بديل الى حد ما كويس وطبعا امن لانه طبيعي للتونر. بعد ما بتقفلي بالتونر بتبدأي تستخدمي الكريم المرطب بتاعك عشان تكملي الروتين بتاع البشرة. كده اتكلمنا عن ايه هو غسول البشرة وانواع البشرة، وكمان ازاي بنستخدم غسول البشرة. هندخل بقى على انواع الغسولات المتميزة لكل بشرة، واللي موجودة في الصيدلية وموجودة بره مصر وموجودة جوه مصر، وتقدري تشتريها بسهولة. في منها الغالي وفي منها الرخيص، هتقدري انت حسب احتياجاتك ان انت توظفيها تشتري ايه وتجيبيه. بس انا جايبه لكم الانواع اللي هي الترشيح بتاعها حلو وكويس، واخده ريكومندات عاليه جدا ان هي حلوه في المجال ده. مثلا البشره الجافه حلوه قوي معاها، بشره دهنيه حلوه قوي معاها.
هنتكلم وكل غسول هتكلم عليه صورته هتبان لكم برضو على الشاشه عشان تبقوا مميزين شكله، لان البراندات طبعا البراند بيبقى واحد وبينزل منه كذا غسول عشان يلائم انواع البشره بتاعتنا. اول نوع بشره هنتكلم عليه هو غسولات البشره الحساسه، لان البشره الحساسه طبعا احنا عارفين مش اي حاجه بتنفع معاها، بتبقى صعب جدا ان انت تستخدمي لها اي غسول، لانها ممكن تعمل حبوب، ممكن تعمل قشور، ممكن تتسبب التهابات في البشره. افضل الغسولات اللي موجوده في السوق للبشره الحساسه اول واحد بلا منازع طبعا لاروش بوسيه. لاروش بوسيه ميزته ان هو خالي من الكحول وخالي من العطور وبينظف البشره كويس قوي وبيعقمها كمان، فبالتالي انت مش هتخافي من حدوث اي التهابات او حساسيه على الجلد. تاني نوع ده هاي اند يعني بيبقى شويه غالي، اللي هو الشيسيدو اللي صورته هتبان دلوقتي. الشيسيدو ده غسول مائي، انت لما تمسكيه هتحسي ان هو عامل زي الميه كده. هو ممتاز جدا طبعا بس سعره غالي جدا برضو، مش يعني مش اي حد هيعرف يجيبه. هو ميزته برضو ان هو بينعم البشره وبيعقمها من غير ما يعمل فيها اي حساسيه او التهابات او ان انت تحسي ان انت بحكه ان انت عايزه تهرشي فيها. ثالث نوع معانا هو نوع موجود في السوق وموجود في اغلب الصيدليات والهايبرات كمان، جارنيه. جارنيه حلو قوي، بيعقم البشره من الفطريات وبيزيل بواقي الميك اب وبيزيل بواقي التراب والحاجات العالقه المسام، فبينظف البشره وبيظبطها. رابع حاجه برضو موجود عندنا في السوق والهايبرات هو اولاي، اللي هو هيبان عندكم ده برضو منظف لطيف جدا للبشره وبيقلل الاحمرار اللي موجود في البشره لو البشره اوريدي اصلا متحسسه، فده هيقلل الاحمرار ده وهيلطف البشره. خامس حاجه عندنا واخر حاجه لوريال اللي صورته هتبان دلوقتي. ده بينظف البشره بعمق وبيقلل من احمرارها وبيعتبر ممتاز جدا وسعره وسط وتقدري تلاقيه بسهوله. ده بالنسبه للبشره الحساسه. هنتكلم بعد كده في البشره الدهنيه، وطبعا اصحاب البشره الدهنيه دايما بيعانوا ان هم عايزين حاجه تمتص الافرازات الزياده عشان ما يبانش المنظر اللامع بتاع الوش، وعشان الدهون دي برده ما تتراكمش عليها فتره طويله فتسبب حدوث حبوب او تعمل منظر مش حلو للبشره. اول حاجه عندنا هو غسول موجود في الصيدليات والريت بتاعه عالي واكيد كلكم عارفينه، وهو سيتافيل. سيتافيل ده براند موجود دلوقتي في الصيدليات جميل جدا. سيتافيل بالنسبه للبشره الدهنيه لطيف على البشره الدهنيه وما بيسببش اي جفاف في البشره، بيمتص الدهون الزياده وبيعمل توازن من غير ما يسبب اي جفاف. تاني حاجه عندنا نيتروجينا ده اصلا مش عارفه ليه بمنظر الباكج عاجبني، مش عارفه ليه. هو غسول طبي طبعا ورغوته خفيفه خالص، بيوازن برضو افراز الزيوت في البشره، فبالتالي هو حلو قوي، سعره شويه غالي. تالت حاجه لوريال اللي بالطمي. لوريال اللي بالطمي بقاله فتره واخد ريفيوهات عاليه، سواء كان الغسول او الماسك بتاع الطمي، هم ممتازين جدا للبشره الدهنيه وعلى فكره كمان وللبشره اللي فيها حبوب، هنتكلم عليه برضو تاني قدام. ميزته ان هو بيزيل الدهون تماما من البشره وبيساعد على غلق المسام، فدي هتبقى ميزه حلوه قوي برضو ان انت بتنضفي وبتغلقي المسام من غير ما تحتاجي تونر، بس طبعا احنا بنأكد بالتونر عشان ايه الدنيا تظبط معانا. رابع غسول عندنا جارنيه برضو بالفحم. جارنيه بالفحم حلو قوي ولطيف على البشره وبيعالج الحبوب وبيبردها، يعني لو الحبوب ملتهبه بيبرد الحبوب شويه بتبقى كويسه، فلما تيجي تستعملي الهاي بايوتيك او الانتي بايوتيك بتاع الحبايه انت مش هتحسي ان انت تعبانه ولا بتهرشي ولا كده. خامس حاجه عندنا برضو الهاي اند الشيسيدو، غير طبعا بتاع البشره الحساسه، ده بيوازن افراز الزيوت في البشره، لو لقيتيه هو ممتاز بس هو غالي. تالت حاجة هنتكلم عليها النهاردة في أنواع البشرة المختلطة. خلصنا الحساسة، خلصنا الدهنية، هندخل على البشرة المختلطة. البشرة المختلطة هي البشرة اللي بيتكون فيها دهون في المنطقة دي اللي هي منطقة الجبهة، منطقة الأنف، فلما نبص كده هي عاملة حرف التي فتتسمى تي زون. وهنا في منطقة الدقن بنلاحظ تكون الدهون هنا ان البشرة بتلمع في المنطقة دي وفي إفراز دهني بيطلع منها. الإفراز الدهني ده ساعات بيكون حبوب
صغيره، وساعات بيسبب لمعان للبشره، والبنات اللي بتحط ميك اب طبعا بتبقى بالنسبه لها دي مأساة لان كله بيسيح على بعضه. من اهم الغسولات وانضفها واكتر حاجه ملائمه للبشره المختلطه برضو هنتكلم في 5 انواع. اول حاجه لا روش بوسيه جل، حلو جدا بينظف البشره بعمق وبيساعد على التخلص من بواقي الزيوت اللي موجوده على البشره، وطبعا بينظف لو في مكياج، لو في اتربه، لو في اي حاجه بيظبط لك الدنيا، غالي بس ثمنه فيه. تاني حاجة عندنا شوسيدو، برضو شوسيدو بيوزن افراز الزيوت في البشرة، جميل وممتاز. تالت حاجة هنلاقيها بقى عندنا في السوق والريت بتاعها حلو، جارنيه اللي بالشاي الاخضر. ده طبعا الشاي الاخضر معروف للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية، ممتاز طبعا. فاحنا هنجيب جارنيه اللي هو بالشاي الاخضر، ده بينقي البشرة وبيقلل من ظهور المسام وبيقفلها، فدي حاجة ظريفة لانه بيقلل حجم المسام، فدي حاجة حلوة قوي في الغسولات. رابع حاجة يورياج. يورياج ده جل، برضو الجل ده لطيف جدا على البشره وبيوازن افراز الزيوت، وده اللي احنا عايزينه علشان يبقى هنا زي هنا زي هنا زي هنا، مفيش اي منظر دهني في البشره. وخامس حاجه هي برضو هاي اند فيتشي. فيتشي برضو معروف، برضو هو جل رغوته قليله وبسيطه بس بينظف كويس جدا وما بيسببش اي جفاف للبشره. كده احنا خلصنا غسولات البشره المختلطه، هندخل على غسولات البشره الجافه. غسولات البشره الجافه اول واحد برضو واخد شهره عندنا ومعروفين بقالهم فتره بس شويه كده غاليين، سيرافي. سيرافي منزله كذا حاجه حلوه جدا جدا. اكتر حاجه عجبتني عندهم بعيدا عن الغسولات، مرطب البشره بتاعهم حلو جدا ورائع رائع رائع، لو تقدروا تجيبوه هاتوه وجربوه لغايه لما نعمل عنه ريفيو مفصل. الغسول بتاع سيرافي بتاع البشره الجافه بينظف بعمق وما بيسببش اي جفاف للبشرة، ولا بيسبب ظهور القشرة اللي بتنتج عن وجود مادة صابونية قوية بتسبب جفاف في البشرة وجفاف في الطبقة الخارجية للجلد، فساعات بتقلب بقشرة. لا، سيرافي ما بيعملش كده خالص. عندنا كمان بايوديرما، غسول طبي وبينظف البشرة وبيقلل من احمرارها وفي نفس الوقت بيخلي الترطيب بتاع البشرة زي ما هو. ثالث حاجة عندنا لاروش بوسيه، برضو احنا عارفين ان هو غسول طبي، برضو بينظف البشرة وبيساعد على ترطيبها. وعندنا لوريال اللي هو هيبان صورته ده دلوقتي، ده برضه بينظف البشره وبيزيل الشوائب اللي موجوده فيها، وكمان هو غسول خفيف قوي وبيساعد على ترطيب البشره، يعني في زيوت طبيعيه بتساعد على ترطيب البشره الجافه. وكمان عندنا جارنيه. جارنيه ده اللي هيبان ده بيحتوي على الالوفيرا او الصبار، وطبعا معروف ان الصبار مرطب قوي جدا للبشره، فوجود الصبار في الغسول ده هيظبط لك البشره وهيرطبها، يبقى البشره هتتغسل رغم انها جافه هتتغسل بغسول وفي نفس الوقت مش هيحصل لها جفاف. كده خلصنا ال5 انواع بتوع البشره الجافه. هندخل على اخر نوع من البشره وهي البشره اللي معرضه للحبوب او غسولات حب الشباب، اللي بتساعد في علاج الحبوب وامتصاص الدهون وان احنا يعني نخلص عليها مع الدواء. وهي طبعا اغلبها هي هتبقى الغسولات برضو بتاعه البشره الدهنيه، بس في غسولات نازله مخصوص لعلاج الحبوب وبيبقى مكتوب عليها انها مخصصه للحبوب. منها سيرافي برضو بيقلل من ظهور الحبوب الحبوب اللي هي الدهنيه وبيحافظ على رطوبه البشره. وعندنا نيتروجينا اللي لونه بينك، ده حلو قوي 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 بس لو لقيتوه، لان هو للاسف صعب ان احنا نلاقيه، جميل جدا جدا. ده مناسب لجميع انواع البشره وبرضو بيساعد ان الحبايه تنشف. عندنا برضو نيتروجينا الاحمر، معروف بيقلل من احمرار الحبوب وبينظف مسام البشره وبيشيل افرازات الحبوب فبتتخلصي منها بسرعه. وعندنا لوريال اللي بالفحم، بيعمل ايه؟ بيتخلص برضو من الحبوب الدهنيه. وعندنا اخر حاجه بتاع اوريفليم، اللي هو الكلاريفاينج بتاع اوريفليم، ده برضو جميل جدا 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 وسعره متوسط ومناسب لكل البشرات المتعرضه للحبوب. كده احنا تقريبا عملنا 5 انواع لكل بشره. دول ال5 غسولات اللي واخدين هاي ريت في السوق واللي هتقدري تلاقيهم ببساطه في الصيدليات. وانا بالنسبه لي يعني في حاجات انا طبعا جربتها، انا بشرتي عاديه وساعات في الشتاء بتقلب جافه، وده بيحصل عادي نتيجه ان احنا ما بنشربش ميه كتير ونتيجه الجفاف اللي موجود في الجو حوالينا، ساعات بتقلب جافه معايا. في غسولات جربتها من هنا، والبديل اللي انا كنت بقول لكم هكلمكم عليه في الاول وهي البديلات بتاعه الاونلاين. انا بالنسبه لي البراند الكوري اللي اسمه 3W كلينيك ده ممتاز ممتاز ممتاز، عامل تشكيله غسولات لجميع انواع البشره. الريت بتاع السعر بتاعها في حدود من 190 ل 220 حسب الجروب اللي هتشتري منه.
بالنسبه للبشره الدهنيه والبشره المعرضه للحبوب والبشره المختلطه، في اللي هو بالحلزون رهيب جدا، وفي عندنا البشره الدهنيه في اللي بالشاي الاخضر، وفي عندنا البشره الجافه في اللي هو الكيوتين، حلوه قوي 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 من 3 دبليو كلينيك. واللي مش بيحب المنتجات الكوري ممكن يدخل على المنتجات الالماني زي باليا، عامله برده تشكيله حلوه قوي بالهيلورونيك اسيد وبفيتامين سي، عامله كذا حاجه برده، منظفات جميله جدا جدا للبشره، والحجم بتاعها كويس، هتقعد معاكي فتره. اعتقد كده ان احنا لمينا بالموضوع، وجبت لكم كل الصور اللي ممكن تساعدكم في اختيار الغسول. يا ريت لو حد فيكم جرب اي غسول تاني غير الغسولات دي برضه يقول لنا عليها في الكومنتات، وهستنى ارائكم في الفيديو، وهستنى اقتراحات للمواضيع اللي احنا هنتكلم فيها، واشوفكم على خير يا رب في حلقة تانية.